متخيل إن كان في حاجة الناس كانت بتتخلص منها زمان وتقول عليها زبالة؟ دلوقتي بقت كنز بيدخل في صناعات بملايين الدولارات. ده مش بترول ولا ذهب، أنا بتكلم عن قش الرز. أيوة، قش الرز بيطلع منه كل ده. كمل معايا لآخر الفيديو علشان تعرف ليه بقول عليه كنز. من كام سنة اتعملت منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، وكان هدفها تحافظ على البيئة وتزود دخل الفلاحين وكمان توفر شغل في القرى. المنظومة دي كانت مثال حلو قوي على تعاون الحكومة بكل أجهزتها، وبعد ما كانت الناس بتشوف قش الأرز على إنه زبالة ملهاش لازمة وكتير كانوا بيتخلصوا منه بطرق غير صحية وكان بيبوظ الجو ويسبب سحابة سوداء تغطي أغلب محافظات مصر، خصوصا محافظات الدلتا أشهر مناطق زراعة الأرز. دلوقتي الوضع اتغير وبقينا نبص لقش الأرز على إنه حاجة مهمة وثروة ممكن نستخدمها في الزراعة والصناعة والطاقة بدل ما نتخلص منه بطريقة غلط وبتضرنا. المنظومة دي فتحت بيوت ناس كتير وخلت فلاحين كتير يحققوا دخل زيادة من ورا بيع القش، وكمان وفرت شغل للشباب في الريف في تجميعه وكبسه وبيعه، والأهم من ده كله إنها بتحافظ على البيئة. حسب اليوم السابع قش الرز بيتعاد تدويره في أماكن مخصوصة من خلال آلات وماكينات علشان يتحول بعد كده لحاجات كتيرة زي سماد عضوي للزراعة وبيوجاز بنستخدمه للطاقة، وكمان بيدينا سماد. كمان بيتعمل منه علف للمواشي بعد ما بنضيف عليه يوريا أو نحقنه بالأمونيا. مش بس كده، ده ممكن نزرع عليه شعير ونأكله للمواشي كعلف أخضر أو جاف، وبيتزرع عليه عيش الغراب، وكمان بيتحط في مزارع الفراخ كفرشة للأرض مع نشارة الخشب، وبيتباع لمصانع طوب والورق، وبيتصنع منه أعلاف مركزة للحيوانات، وبيتعمل منه طوب وأثاث وموبيليا، وكمان ممكن نستخدمه في بناء بيوت. يعني بدل ما كان بيضرنا بقى مفيد في حاجات كتير وكمان مصدر دخل للناس، وده ساعد في تحسين الحياة في الريف سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية. مش بس كده، ده في فرص استثمارية كبيرة بقت موجودة دلوقتي في مشروعات إعادة تدوير قش الرز. وزارة البيئة كانت مستعرضة دراسة جدوى عن مشروع مهم جدا، وهو استخدام قش الأرز علشان نطلع منه حاجة اسمها السيليكا غير المتبلورة. المادة دي مطلوبة جدا وسوقها كبير، وحجم السوق اللي ممكن تشتغل فيه في مصر بيوصل لحوالي 20 مليون دولار أمريكي. المشروع ده هيستخدم حوالي 50,000 طن من قش الرز علشان ينتج السيليكا، واللي بتدخل في صناعات كتير زي الكيماويات، المطاط والكاوتش والإطارات ومواد البناء والخرسانة والدهانات والزجاج والمواد اللاصقة. وفرصة استثمارية تانية كمان نجحت فيها شركة خاصة في محافظة البحيرة. الشركة دي شغالة في مجال تكنولوجيا الأخشاب، واستثمرت في تدوير قش الأرز علشان تنتج منه ألواح خشبية متوسطة الكثافة. الألواح دي مطلوبة في السوق المحلي، وكمان الشركة ساهمت إنها تقلل التلوث اللي كان بيجي من قش الأرز، وكمان قللت من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يعني الموضوع مش بس شغل ومكسب، ده كمان في دور كبير في حماية البيئة وإننا نستخدم مواردنا بطريقة ذكية، وفي نفس الوقت نواجه الاتجاه العالمي اللي بيواجه الاحتباس الحراري وبيستخدم أحدث تكنولوجيات الإنتاج علشان الدنيا تبقى أنظف وأفضل. الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي قال اليوم السابع إن الفلاح بقى دلوقتي فاهم كويس قد إيه قش الرز له قيمة كبيرة، وإن ليه استخدامات كتيرة ومهمة، وأهم حاجة في استخداماته هو تصنيع الأعلاف الغير تقليدية وكمان الأسمدة العضوية. ده غير كمان إن ليه استخدامات تانية صناعية، ده ابتدوا كمان يستخدموه في صناعة الأخشاب المسطحة. وقال إن الناس اللي شغالة في القطاع من المهندسين الزراعيين في الوزارة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية بيكملوا شغلهم وبيتابعوا على طول وبشكل ميداني، يعني بينزلوا بنفسهم يلفوا على المحافظات اللي مسموح فيها بزراعة الأرز علشان يتابعوا شغل منظومة جمع وتدوير قش الأرز. والوزارة كمان مركزة إنها توعي الفلاحين وتفهمهم قد إيه مهم إنهم يستفيدوا من المنظومة دي علشان يحققوا دخل كويس ليهم، وفي نفس الوقت يمنعوا حرق القش اللي كان بيضر البيئة وبيعمل تلوث. ودلوقتي بقى قول لنا، فكرت تشتغل قبل كده في قش الرز؟